دايما وقت توقيع أي عقد مصيري بننبهر بشياكة الغلاف والاسم اللي بيلمع، وفي نفس الوقت بنتجاهل تماما بند الشروط والأحكام المكتوب بخط صغير. دي حقيقة، والناس بتدفع التمن بعدين. بالظبط كده، وده اللي بيحصل مع شباب كتير في فترة الخطوبة. أهلا بيكم في جولة جديدة من التحليل العميق. مصدرنا النهاردة مقال عنوانه إزاي تدرس خطيبتك، بس الغريب إنه بيلفت النظر لشخصية تانية دايما بنتجاهلها، وهي الحمى أو والد العروسة. يعني الشخص اللي المفروض هو عمود البيت. مظبوط جدا. وقبل ما نبدأ نفكك الأفكار دي، وبما إن التحليل ده بينزل على يوتيوب، دي فرصة نفكر كل اللي بيتابعونا يعملوا اشتراك في القناة ويفعلوا الجرس دلوقتي حالا عشان يتابعوا باقي السلسلة في الحلقات الجاية. خلينا بقى ندخل في التفاصيل. إيه فكرة الشروط والأحكام دي؟ بصي، التشبيه ده بيعكس الفكرة بدقة. المقال بيأكد إن الخطوبة دي مش مجرد فترة تعارف لطيفة، لأ، دي أخطر مرحلة بتحدد مصير العلاقة كلها. أيوة، عشان دي المرحلة اللي بتكشف الطباع الحقيقية. بالظبط كده. والكاتب بيعتبر إن والد العروسة هو المؤشر الأساسي، يعني إما هيكون فخ حقيقي يعكر حياة الشاب ده بعدين، أو هيكون راجل حقيقي وسند ورزق. طب والمقال اقترح إزاي نقدر نختبر ده؟ يعني في القعدة الأولى أو الرؤية الشرعية مثلاً؟ عن طريق أسئلة مصيرية، يعني الخاطب يفتح كلام عن المهر وتكاليف الفرح، أو حتى يرمي سؤال افتراضي، يعني يحكي عن حامى عريس قريب مثلا بيرمي قرارات البيت لزوجته، ويراقب رد فعل الأب اللي قاعد قدامه. طب لحظة واحدة هنا، يعني لو الأب ده بان إنه ضعيف وبيمشي بآراء السيدات في البيت، ما دي ممكن تبان ميزة للشاب. ميزة إزاي يعني؟ يعني الخاطب ممكن يقول لنفسه أنا مالي، ما هي بعد الجواز هتيجي بيتي وتبقى ولايتها ليا أنا، ومش هحتاج أتعامل معاه كتير، بالعكس ده مش هيتدخل في حياتي. فهمت قصدك. بس المقال بيعتبر إن التفكير ده مجرد وهم كبير جدا، وهم؟ ليه بقى؟ لأن الكاتب بيفند الفكرة دي تماما، وبينصح الخاطب بالانسحاب فورا لو لقى الأب مسلوب الإرادة وما بياخدش قرار من دماغه. حتى لو البنت كانت مثالية ومناسبة جدا؟ حتى لو البنت جميلة الجميلات على حد تعبيره. السبب ببساطة، تخيلي كده، مع أول خناقة أو أزمة بعد الجواز، البنت هتروح فين؟ هترجع لبيت والدها أكيد. بالظبط. وهنا الكارثة بقى، لأن الأب مش هو اللي بيمشي المركب في البيت ده، فبدل ما يحل المشكلة بعقل أو ينصحها ترجع لبيتها، هيسيب الأمور تمشي مع غضب السيدات في البيت. يعني هيسيب الباب مفتوح من غير ما ياخد موقف حازم يلم الشمل؟ صح جدا. وهتلاقي الموضوع دخل في حلقة عناد طويلة جدا، والمقال بيقول إنها بتنتهي غالبا بالطلاق. يا خبر! إذن البيئة اللي الزوجة بترجع لها وقت الأزمات هي اللي بتشكل مصير العلاقة فعلياً. 100%. دي حقيقة. طيب، لو افترضنا العكس بقى، لو الخاطب لقى الحما ده حنين بزيادة ومفيش أطيب منه، يعني المفروض دي حاجة تطمن، صح؟ الغريب بقى إن المقال بيقلب المفهوم ده تماماً، وبيحذر منه برضه. بيحذر من الحنية؟ إزاي ده؟ أصل الحنية الزايدة والمفرطة دي مش دايماً رزق زي ما الناس فاكرة، غالباً بتعكس إن البنت دي اتدلعت بزيادة جداً في التربية. اللي هو فكرة أنا مش متعودة على القسوة دي، أو مش متعودة استحمل ظروف صعبة. بالظبط كده. ومع أول مطب حقيقي في الزواج، البنت هتشتكي، وساعتها الحمى الحنين ده بيتدخل بغشومية جديدة. مندفع بكلمة إلا بنتي بقى. مظبوط. بياخد صفها بشكل أعمى تماماً، بدل ما يدير الأزمة بحكمة ويحللها بموضوعية زي ما المفروض يحصل. ده حقيقي بنشوفه كتير جداً. طب ده ينقلنا لفخ تاني بيطرحه الكاتب. إيه مشكلة الحما اللي عامل شيخ؟ دي نقطة مهمة جدا. الشخص ده بيرفض أي مرونة في النقاش، يعني بيقفل أي باب للتفاهم من قبل ما يتفتح. يعني لو الخاطب حاول يتناقش معاه في تفصيلة دينية مثلاً أو يعترض على تكاليف مبالغ فيها؟ هيقابله بتعالي شديد، وينهي الكلام بحجة إن كل مشايخنا عملوا كده في زواج بناتهم، أنت يعني اللي هتفهم أكتر منهم. يعني بيحول أي اختلاف في وجهات النظر لمعركة دينية ما فيهاش مساحة للمنطق. بالظبط كده. وده بيصعب أي تفاهم مستقبلي في أي حاجة. طب من كل الفخاخ دي، إزاي المقال بيرسم صورة واضحة لشخصية الحما اللي فعلاً بيمثل رزق لأي شاب مقبل على الزواج؟ كلمته من دماغه وشخصيته قوية. وفي نفس الوقت مش متعالي على اللي قدامه. صح، عامي ومش بيدعي المشيخة، وحنين بس حازم وصارم وقت اللزوم، والكل بيعملوا حساب. المزيج ده فعلا هو اللي بيخلق مرجعية عائلية مستقرة وعاقلة. أكيد. مرجعية تدعم الشباب المخطوبين بعد زواجهم، وتحتوي أي أزمة بينهم بدل ما تكبرها.
ده بياخدنا لزاوية مهمة جدا نختم بيها جولتنا النهاردة. اتفضلي. لو كان أسلوب أهل الزوجة في حل النزاعات وإدارة بيتهم بيشكل مستقبل الزواج لدرجة ممكن توصلوا للطلاق أو الاستقرار، يا ترى كام في المية من مشاكل الأزواج حالياً هي في الحقيقة مجرد إعادة تمثيل للي كان بيحصل في صالونات بيوت أهاليهم؟ ده سؤال عميق ومحتاج تفكير طويل فعلا مننا كلنا. بنسيب كل اللي بيسمعونا يفكروا في النقطة دي، وشكراً ليكم ونشوفكم في التحليل الجاي.